السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا منى عبد العزيز ودي قناتي. لو أول مرة تشوفوها انزلوا تحت الفيديو اشتركوا في القناة وفعلوا جرس التنبيه عشان يوصل لكم إشعارات بوصفاتي الجديدة. النهاردة إن شاء الله هنعمل القرص الطرية الفلاحي. إزاي تفضل معانا طرية لفترة طويلة ويبقى لونها فاتح من جوه وتبقى هشة زي القطن. القرص دي من الوصفات المصرية الأصيلة. تعالوا بقى شوفوا القرص ما شاء الله طرية إزاي وهشة زي القطن من جوه. كمان تقدري تحشيها عجوة وتحشيها قرفة وسكر وتحشيها جبنة، وتقدري تطلعي كمية كبيرة بسم الله ما شاء الله من كيلو واحد دقيق. يلا بينا يا حبايبي نسمي بسم الله ونصلي على الرسول ونقول المقادير وندخل على التحضير. اول حاجة معانا معلقة صغيرة ملح، معانا معلقة كبيرة بيكنج باودر، 3 معالق سكر، 3 معالق لبن بودر، قطعة قشطة، معلقة خميرة بيرة ومعلقة خميرة فورية، كوبايتين لبن رايب، معايا كوباية سمنة على زيت، معايا كيلو دقيق متعدد الأغراض. في العجان بقى هنخلط المكونات الجافة. معايا كيلو دقيق أنا نخلته كويس وبضيف عليه 3 معالق لبن بودر، ملح، ومعايا معلقة كبيرة بيكنج باودر، وهقلب المكونات الجافة واركنها على جنب. هنعمل خليط الخميرة: كوباية لبن سخن، كوباية مية سخنة سوري، مع 3 معالق سكر، والسكر ده عشان يفور لي العجينة، ومعايا معلقة خميرة فورية وخميرة بيرة. والخميرة البيرة دي هي يعني أصل القرص الفلاحي، لو مش موجودة تمام بتمشي الخميرة الفورية برضو. معايا هنا معلقتين دقيق وبقلبهم مع الخميرة، ده كده محسن للعجينة، بيخلي العجينة تفور بسرعة، يعني تقعد معايا ربع ساعة تلت ساعة بالكتير. ادي الخميرة اهي بعد ما تضاعف حجمها سبتها 5 دقايق لحد ما حضرت حاجتي. هبدأ انزل بقى بالخميرة، وهجيب كوبايتين اللبن الرايب بضربهم في شفشق الخلاط. كوبايتين اللبن الرايب في شفشق الخلاط عشان يبقى هاشش معايا جدا ويبقى معايا طري وجميل، يعني بيساعدني على ان العجينة تكون خفيفة. وهنا بقى جبت السمنة والزيت، نص كوباية زيت على نص كوباية سمنة على قطعة القشطة، ودوبتهم مع بعض، يعني سخنتهم على البوتاجاز شوية. هنا هبدأ اضيف اللبن بقى الرايب. لو ما عنديش لبن رايب اعمل ايه؟ اضيف لبن حليب وعليه معلقة خل. ادي معايا سمسم سخن سخنته على البوتاجاز مع معلقة شمر على ينسون طحنتهم في الخلاط في الكبة، يعني طحنهم كويس جدا، وببدأ اشيلهم معايا عشان احطهم دايما على القرص. هنا حطيت شغلت العجين على سرعة هادية، وبعدين عليت السرعة بشوية وحطيت العجينة. حطيت نص كوباية الزيت في بداية العجينة والنص التاني في نهاية العجينة، في النهاية دي عشان بفطم بيها العجينة، يعني عشان تبقى العجينة زي ما انتوا شايفين طرية كده ومتماسكة. نص كوباية السمنة على زيت بتخلي لي العجينة متماسكة شوية ولكن هي طرية. لازم العجينة تكون طرية عشان تبقى معايا القرص هشة من جوه كويس جدا. دي برضو تركاية مهمة قوي في القرص، ما تكونش العجينة معايا تقيلة او جابسة. لو جابسة مش هتبقى معايا القرص هشة. كده معايا تمام. هبدأ بقى اكور العجينة زي ما انتوا شايفين كده. العجينة دي ما خدتش معايا ربع ساعة بالظبط. هبدأ اكور العجينة كور كلها كده عشان العجينة ترتاح معايا واقدر افردها واقدر احط فيها العجوة واحط فيها الحشوات اللي انا عايزة احطها. كده خلصت الكمية ما شاء الله. الكيلو طلع معايا 25 قرصة او 27 قرصة. الكمية اللي انتوا شايفينها دي كلها، وكان متبقي معايا كمان قطعة عجينة عملت معايا 5 وحدات كمان. معايا هنا معلقتين سكر ومعلقة قرفة ومعلقة زبدة، بقلبهم مع بعض
وهنا زي ما انتوا شايفين كده دي معايا العجوة، انا كورتها وفردتها معايا عشان تبقى جاهزة على طول ويعني استعجل بسرعة كده تخلص معايا الدنيا. معايا القرص هنا بفردها زي ما انتوا شايفين، بحط فيها العجوة وبقفلها، ببدأ ارصها بقى في الصينية. هبدأ بعد كده اجيب السكينة واعمل فتحات عشان اميز ان دي القرص بالعجوة، وكمان بتدي معايا شكل، يبقى شكل مختلف كده للولاد يحبوها، تغيير يعني في الشكل، ما يبقاش الشكل تقليدي. هنا معايا خليط التغطية دوت معلقة سمنة على معلقة قشطة، القشطة اللي انا كنت لسه شايله حاطه منها على العجين، شلت منها مثلا معلقتين، بحط يا سمنة على قشطة يا اما زيت على قشطة، وببدأ ادهن بيها الوش زي ما انتوا شايفين كده. دي قطعة عجينة تانية، بحط من الخليط بتاع القرفة على السكر، ببدأ اعملها وردات، وممكن احط برضو عجوة، ممكن برضو لو حابين تعجنوها بالجبنة يعني. دي القرص السادة بسيبها مقفولة زي ما هي، ما بحشيهاش اي حاجة، عشان يبقى عندي اللي محشية بالقرفة ومحشية بالعجوة والسادة، عشان ارضي كل الاطراف، يعني كل واحد ياكل الحاجة اللي هو محتاجها. هنا معايا العجينة بعد ما تضاعف حجمها زي ما انتوا شايفين، سبتها ربع ساعة او تلت ساعة. في الوقت ده كنت مولعة الفرن على درجة حرارة 180. هبدأ ادخلها الفرن. طبعا معايا المروحة شغالة والفرن شغال، لو المروحة مش موجودة بقفل الفرن وبعد كده بشغل الشواية. كده معايا خلاص القرص خلصت زي ما انتوا شايفين كده. بسم الله ما شاء الله، تحفة، هتعجبكم جدا، جربوها. ما شاء الله الكمية دي زي ما انتوا شايفينها من كيلو دقيق واحد، ولا تشتري بقى من بره ولا الكلام ده كله. تقدري تستخدمي الكمية اللي انت محتاجاها، والباقي تقدري تشيليه في كيس في الفريزر، منين ما تحتاجيها تطلعيه تحطيه في الميكرويف، بيبقى تحفة. وكده خلصت الفيديو معاكم، واشوفكم في فيديو جديد على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.